السلام عليكم، تحياتي للمغاربة. وأخيرا السيد المحترم وزير العدل السي وهبي خرج يهضر. بلاتي نشوفوا فين خرج. معنا من الرباط وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي. سيد وهبي أهلا. علاش زعما العربية؟ ما فهمتش. واش نتوما تا وزير العدل فين؟ في الخليج ولا خرج في قناة مغربية، خرج في شي قناة دوزيام. خاطبونا حنا. واش كتخاطبوا العرب؟ كتبرروا العرب ولا كتبرروا لمن؟ هل كان الصمت الحكومي سببا في تأجيجها برأيك؟ زمتاتو. جاوب أمضرة. طبيعة الديمقراطية هي هذه، لابد للناس عن لا اسمح لي يا سي وهبي، كلامك هو الكبير، وكاين ماشي طبيعة الديمقراطية، هذه طبيعة الحقرة، طبيعة الضغط، طبيعة الفقر، 4 سنين ديال الزيادات، 4 سنين ديال القوانين اللي بعيدة علينا. طبيعة الديمقراطية. فين هي الديمقراطية؟ فين هي؟ لقيناها وما سلمناش لها بلا بيز. وفي جميع الأحوال من يتظاهر بشكل سلمي له الحق، لأن الديمقراطية تعطيه هذا الحق، والدستور في المغرب يعطيه هذا الحق، والتقاليد السياسية في المغرب تعطيه هذا الحق. واش كيهضر علينا ولا لا؟ من يعطيه هذا الحق؟ علاش الاول من خرجوا سلميين هزيتوهم؟ وكان شي وحدين فهمتيني صلي مراه جروها من هنا، ودري صغير طلعوا لسطافيت مع با بنت صغيره لاش دوك الاعتقالات كاملين في الاول هي سلميه يعطيها الحق. ترى هاد السي وهبي هذا حس كيتشات. الحكومة سمعت للشارع، سمعت لنبض الشارع، وصلتها الرسالة، والآن تفكر كيف ستتجاوب مع مزيان. لا كان تفكر مزيان. لا هادشي كامل على حساب باش نتوما تفكر. ناس خارجه وهازه لافتات والصحه وكذا وهادي، 4 سنين ديال الصمت و4 سنين ديال الضغط باش الحكومه تفكر. ويلا لا تتجاوب. تفكر؟ احنا ما بغيناهاش تفكر، احنا بغيناها تذهب، تستقل، تندثر، تحط سوارتها، تدرك زلافتها. تفكر إذا أنت موجود. احنا ما بغيناكش تفكر. وإذا أخطأنا لنا من الشجاعة أن نقول أخطأنا ونصحح الأمور. صافي، أخطأنا ونصحح الأمور. شدير بلونكو ولا دير قومة ولا شدير 4 سنين. أخطأنا ونصحح. هناك قنوات، هناك مؤسسات سنرجع إليها وسنتعامل معها. كذا تخرج ليه سنحاس شوي، سنتعامل، سنحق. كنت غنصفق ليه نقول كل حساب ساعة. المحاسبة ما عندهمش معاه، حتى كيوصلوا حدا وكيدوزوا سميتو. سنحاس وسنتعامل. سنحاس ولكن سنفتح الحوار. ترى سنحاس هي اللي عليها كلشي. ليست هناك مشكل هل تبقى الحكومة أو تسقط. المشكل أين يوجد انزعاج هؤلاء الشباب نجد حل له. هؤلاء أبنائنا. لا أبنائنا. نفكرك نهار قلت لهم أنا ولدي بوه لاباس عليه، هذاك هو ابنك، هذوك هما أبناؤك، وليداتك اللي كيقراو برا ولا كيقراو في كندا. قلت شوف هاد الفيديو، شو واش تفكر؟ أبنائك. تخلطش أبنائك وأبناؤنا أبناؤنا. الله يرضي عليك، حنا فقراء. ولدك أستاذ نجح في الامتحان؟ نعم، ولدك نجح في الامتحان؟ ولدي عنده 2 الإجازات، وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. أودي خلاصة الموضوع. السي وهبي، السي عزيز أخنوش، راه الطريقة ديالكم ديال التواصل مع المواطنين طريقة فاشلة. هادشي أصلا لا كان تواصل. فريمون من الأحسن تبقاو ساكتين. كل خرجة كتخرجوها ما نتوما إلا كتأجلوا الوضع. وخارج في قناة عربية بلاصة ما تخرج في قناة رسمية مغربية توجه هذا الخطاب للمغاربة، خارج قناة وكأنك تبرر العالم العربي. حنا ما سوقناش في العالم العربي. أي واحد بغى يتشفى برا داكشي ما شغلناش فيه.
كل شيء العالم عارف باننا حنا كنموتوا على الملك ديالنا، الله الوطن الملك، والرساله موجهه لك انت وموجهه للحكومه ديالكم وموجهه الاخ النوش. كيف يعقل انا رئيس حكومه اول ما بدا الرئاسه ديالو ديال الحكومه قال لهم خاص شي مغاربه يترباو؟ واش كاين شي رئيس حكومه غيقول هاد الهضره؟ واش كاين شي تواصل مع الشعب كيكون بهذه الطريقه؟ فصافي، الله يجعل البركه، الله يرحم لكم الوالدين، استقلوا، الله يرحم لكم الوالدين، حطوا السويرتات، خليو الشباب يطلعوا. بعض الوزراء وسط منكم شباب خليهم يبقاو، الناس قدام واللي شبعوا سياسيين فهمتيني، صداو في السياسه وما بقاش عندهم الوقت باش يتواصلوا معنا ولا يحسوا بينا. بركه صافي، ما درتو والو، الله يجعل البركه. تايبين الله معكم.